اشتريت شروة طماطم. صاحبتي بتقولي ايه اللي انت جايباه ده؟ جايبه طماطم مفعصه. قلت لها يا بنتي الحمد لله احسن من غيرنا، ايه يعني لما اجيبها وافرزها وكمان اخزنها؟ قالت لي لا لا، ما كانش الطماطم تبقى حلوه ما اجيبهاش. جبتها وغسلتها كويس جدا وقطعتها زي ما انتوا شايفين. هنزل بقى بواحده بنجر مقطعه حلو كده، وكمان معلقه ملح كبيره، ومعلقه سكر صغير، وعصره ليمون، واسيبهم بقى على النار لحد ما يتسبكوا. شايفين بقى التسبيكه؟ لا مليانه ميه، لا نسيبها شويه كمان. مش عيب يا حبايب قلب ان احنا نجيب الطماطم رخيصه، اهم حاجه اللي انت تلاقي الطماطم سعرها كويس تجيبيها وتخزنيها على طول عشان تنفعنا في كل الاكلات. هنا بقى هشيل البنجر، مش هضرب البنجر في الخلاط، احنا خدنا الفايده اللي احنا عايزينها منه واخدنا اللون الجميل، بس برضو مش هنرميه. هنا كمان اخدت الطماطم ضربتها في الخلاط وصفيتها من القشر بتاعها. عندك برطمان هتحطيه، وكمان هتحطي رشه زيت حلوه كده لو انت هتحطيه في باب التلاجة. وهنا كمان عندك كيس تلاجة